ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، واسفة على الغيبة، بس بجد دخلت الدراسة كمان، دخلت شهر رمضان. فقلت النهاردة اخدكم في فيديو لطيف وخفيف، اللي هو بجد رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. تعالوا هننزل نشتري شوية حاجات واخدكم كمان معايا اكننا كلنا خرجنا مع بعض. وطبعا قبل اي حاجة حابة اقول لكم كل الفانز وكل اللي بيتابعوني وحتى اللي مش بيتابعوني واول مرة يشوفوا الفيديو، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل اسركم يا رب، بخير وهنا وسعادة ورزق. ويا رب الشهر الكريم ده يكون فتحة خير ورزق وسعادة وهنا على كل الاسر، سواء مصرية او الاسر العربية وكل اسر المسلمين يا رب. هنزل لكم كمان الفيديو اللي قلب الدنيا السنة اللي فاتت، والوصفات بتاعتنا والمنيو بتاعنا اللي بننزله كل سنة عشان تستفادوا منه، وما تبقيش دماغك كده محتارة طول الصيام اعمل اكل ايه. النهاردة انا زهقنا من الاكل عايزين حاجة نغير، طب ايه يليق مع ايه؟ هنزل لك كل الوصفات لحد ال30 يوم، وكمان فيهم عزومتين او 3 عشان لو حابة تعزمي حبايبك واهلك وولادك، او حابة تعزمي اهلك واهل جوزك، يبقى كل الوصفات متاحة عندك، وانتي اختاري العزومة اللي تناسبك، وهم كمان بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. وكمان المنيو فيه الحلو والمشروبات. كل ده هنزله لكم بعد الفيديو ده على طول، وهنزله لكم عشان تستفادوا وتحفظوه عندكم ويساعدكم، عشان انا عارفة دخلت الدراسة مع رمضان والدنيا صيام، بصراحة احنا مش مركزين، ربنا معاكم ومعانا يا رب. ده بالنسبة للمنيو بتاع شهر رمضان. هنا بقى قلنا ننزل نشتري شوية حاجات، وانا جمعت كده كذا مقطع من كذا مكان، لان الاماكن بعيدة عن بعضها وما قدرتش انزل كل ده في يوم واحد. ففي يوم رحنا السوبر ماركت الكبير او الهايبر عشان نشتري طلبات البيت، الحاجات الضرورية. شهر رمضان زيه زي اي شهر، هو نفس الاكل، هنعمل محشي، هنعمل سمك، هنعمل فتة، هنعمل كباب حلة، هو بس ممكن بقى صنف حاجة صغيرة، كوبيبة، ممكن مثلا سمبوسة. دي بس اللي هو بتبقى تغيير مع الخشاف مع لكن انا مش بشجع ان احنا نعمل كذا صنف ونقعد ناكل فيه يومين 3. فلو هتنزلي تشتري طلبات الضروريات فقط لا غير، وما تكلفيش نفسك ولا طاقتك اكتر من اللازم. ده بالنسبة للأكل والسوبر ماركت وكده. وكمان في دلوقتي سوق محلات كتيرة أو سوبر ماركت كتيرة بتعمل عروض، فانتي ممكن تستغلي، مش لازم تنزلي تجيبي حاجتك إلا لما ينزل العرض يا ستي، واستفادي انتي بالتوفير، إذا كان زيت، إذا كان سكر، صلصة، رز، مكرونة، بتفرق. والحاجات دي وأدوات تنظيف، فالفرق ده بيفرق، ممكن ينزل لك خصم 20 جنيه أكتر أقل على حسب ظروفك. وبرضو توزعي المصاريف، ما تجيبيهاش كلها مرة واحدة وتضغطي نفسك. ده بالنسبة للطلبات إذا كان أكل أو طلبات البيت. وطبعا هنا نزلنا اشهر شارع في مصر، شارع الخيامية او المنطقة بتاعة الخيامية في شارع الازهر. دي من المناطق والاماكن المصرية القديمة اللي كلها اجواء وكلها جو رمضاني خالص، وفيها كل حاجة انت عايزاها. متهيألي لو نزلتي هناك مش محتاجة تروحي حاجة تاني، من اول الستاير اللي مطبوع عليها رمضان كريم، لحد الكوشن، لحد البفات، لفوانيس المذهبة كمان القديمة بتاعت زمان بتاعتنا، للحاجات بقى كل سنة هم صراحة بيبدعوا في اختراع حاجات جديدة، عربية الفول، المسحراتي، البتاع الكنافة، كل حاجة سبحان الله عملوا لها جو، وعملوا لها الحاجات الزينة والأدوات بتاعتها اللي تديكي إحساس كده بفرحة رمضان وبهجته علينا. حاجات بقى تانية للأطفال، علاقات وزينة وحاجات كده، حاجات مثلا اللي بيتحط عليها مصليات، حاجات كده يعني. طب اسمها الطبلة بتاعة المسحراتي. بجد سبحان الله الأماكن دي، حتى لو انت مش عايزة تشتري حاجة انزلي كده هتحسي ان انت اتبسطتي وغيرتي مود شوية. وسبحان الله بجد بهجة وسرور الشهر ده أعاد الله علينا وعليكم يا رب بالخير والبركات. هنا برضو كده مفارش التلاجة، مخدات عليها بوجي وطمطم، حاجات كتير انا مش عارفه اقول ايه وما اقولش ايه. وطبعا الحاجات التقليديه، الفوانيس التقليديه والفوانيس الكبيره اللي بتتحط قدام المولز والمحلات الكبيره،
في ناس بتزوق الشوارع وبتعلق برضو فانوس كده لو في نص شارع جانبي ولا حاجة. وكل الفوانيس المذهبة والحديد دي بتاعت زمان لسه ليها محبينها وليها الناس اللي بيشتروها. والفانوس النجمة والهلال وحاجات كتير، حاجات كتيرة ما شاء الله. كل حاجة انت عايزاها، كبيرة صغيرة، سعرها قليل سعرها غالي، موجودة. وحتى الحاجات اللي طالعة ترند اللي مش بنلاقيها غير مثلا اونلاين او كده برضو موجودة. الحاجات اللي هو 3 فوانيس طقم، الفوانيس كمان اللي هي لونها ابيض اللي طالع جديد او لونها اسود او جراي، كل الحاجة موجودة من القديم لاحدث حاجة نازلة في السوق. زينة الشوارع، العلاقات، الأنوار، الفوانيس الأطفال اللعبة، حتى الميداليات الصغيرة اللي بتهادي بيها حد عليها فانوس أو عليها بوجي وطمطم. بجد كل حاجة ما شاء الله موجودة. وحتى فانوس الزيت برضو الجديد موجود ومتاح. وفي كمان طبعا المباخر. كان يوم بجد ما شاء الله تحفة. وطبعا مش هينفع اكون في شارع الازهر وما عديش اجيب شوية توابل من عند رجب العطار. بجد بجد ده اشهر محل عطارة. اول ما بتخشي الشارع بتشمي ريحة التوابل، وعلى طول على طول سواء رمضان او غير رمضان تلاقي المحل ما شاء الله ما شاء الله زحمة جدا. وطبعا على ما رحناه كانت خلاص الدنيا ليلت علينا، بس هو عامل الانوار ومزين برضو المحل والفرع بتاعه. وكان زحمة جدا وموجود كل حاجة، من اول البلح الناشف بالوزن بتاعه في انواع كتير وكل نوع على حسب سعره. في كمان علب البلح مقفولة او العلب اللي هي التمر او الرطب السكري. في من اول الملح والكمون لحد الفستق والكاجو وباقي المكسرات موجود عنده ما شاء الله ما شاء الله، اي صنف انتي محتاجاه. عشان لو حد حابب يعرف الاسعار كمان هحط لكم البروشور او المنيو بتاعه، هصوره واحطه في اخر الفيديو لو حد عايز يعرف الاسعار قبل ما ينزل يشتري او بيقارن بينه وبين اي محل تاني. وطبعا هنا ده حد تبع المحل كان بيعمل بخور. وده اليميش وحاجة رمضان، اذا كان بقى جوز هند، مكسرات، قراصية، مشمشية، زبيب، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. وطبعا طالما شهر رمضان الكريم جه، المشروبات الباردة والعصاير لا غنى عنها. على قد ما المشروبات دي بيبقى طعمها حلو، بس يا جماعة بجد والله فيها كمية سكر رهيبة. انا بقول لكم بمنتهى الصراحة والمصداقية، حاولوا تقللوا منها على قد ما تقدروا. هي فيها حاجتين مضرين، سكر ولون، وما فيهاش اي حاجة مفيدة اعتقد. فحاولوا، ممكن البرتقال دلوقتي موجود ممكن تعصري وما تحطيش سكر وتاكليه. او لو محتاجين عصاير تبقى العصاير الفريش، فراولة، جوافة، برتقان، موز، هاتي وعصري، مش هياخد اي وقت قبل الفطار او بعد الفطار، حتى بالليل شوية بعد التراويح. قللوا من السكر على قد ما تقدروا، عشان السكر ده اكبر اذى في الحياة لصحة الانسان. وطبعا كل المكسرات زي ما انتوا شايفين موجودة. المحل زحمة، مش عارفة ارفع حتى الكاميرا عشان ما صورش الناس اللي موجودة. كل حاجة موجودة، مشمشية، القراصية، الزبيب، زبيب اسود وزبيب جولد، المكسرات، التشكيلات، السوداني، اللوز، كل حاجة ما شاء الله موجودة في ومتوفرة. والاسعار هقولها لكم دلوقتي بعد في اخر الفيديو يعني. وبعد ما خلصنا اليوم بتاع الازهر والخيامية، طبعا يوم تاني نزلنا رحنا السوبر ماركت نجيب بقى الحاجات اللي مش بتتشال وتتخزن بقى. فلقينا برضو بارتيشن كده بتاع الفوانيس وبتاع المباخر والفوانيس اللي طالعة بيضة وصواني التقديم، حاجات كتيرة قوي شكلها تحفة فعلا. بس طبعا سعرها انا حاساه مبالغ فيه شوية، خاصة لانه هو في هايبر او في مول يعني، فهيبقى السعر غالي. يعني مش عارفه انتوا شايفين الاسعار عندكم باينه ولا لا؟ قولوا لي كده، انتوا جبتوا الحاجه السنه دي منين، من انهي منطقه يعني، وكانت الاسعار عامله معاكم ازاي؟
بس هي الفكرة احنا ليه بنزنق نفسنا وكل الحاجة مرتبطة انه قبل شهر رمضان عايزة اشتري كذا وكذا وكذا وكذا؟ اشمعنى شهر رمضان لما بيجي الطلبات كلها بنفتكرها وطول السنة قاعدين مستنيين؟ حد بقى زي كده ولا انا لوحدي؟ وهنا بقى اليوم كان خلص والشمس كانت مستخبية وعليها سحابة طويلة عريضة باين منها حتة صغيرة، وكان الواحد بجد بجد جاب اخره خلاص، عايزين خلاص نبدأ شهر رمضان بقى عشان كفاية طلبات لحد كده. وخلاص ما صدقت ان انا روحت الشنط بقى، متهيألي عايزة فيديو كامل لان كده الفيديو طول، هلم كل الشنط بتاعتي دي وافضيها واعملها لكم في فيديو لوحده كده، نقعد نعمل مع بعض انبوكسنج براحتنا ونتفرج واقول لكم الاسعار وكل اللي انتوا عايزينه. بس راجب العطار هحط لكم المنيو في الاخر زي ما قلت لكم عشان لو حد حابب يشتري او يعرف الاسعار. بس كده وتعبنا وخرجنا وتفسحنا، بس اهم حاجة ان احنا مبسوطين بدخلة الشهر الكريم. يا رب كلكم تبقوا مبسوطين وراضيين وتستقبلوا كده الشهر كده ويبقى خير وفتحة خير عليكم كلكم يا رب قادر يا كريم. كل سنة وانتم طيبين، وتابعونا كمان في رمضان، في حاجات كتيرة ومفاجآت بجد بجد هتعجبكم. بحبكم، هتوحشوني، والسلام عليكم.